في منه اللي بتحكي فيه الاشي شوي مخربط وصعب. هذا الوضع الموجود، بدوش ينفضح الطابق اولا، وثانيا كل واحد ياخذ حقه. توكل على الله خلاص ان شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا، بارك الله فيك. اولا بارك الله فيكم اثنين، ووجوهكم وجوه خير. حياك الله. وانا ليش كثير بحترمه. بدكم الصافي. هو حاسس انك استهبلته واقرطت من حقه، ما قلتلوش شو الكيت. هذا اللي صار. لا هذا ما صارش، انا جيت عندك وطلبت منك قلت حلال زلال الك. هذا اللي صار. لا انا جاي جيت تحله ولا عندك. جاي تقاتله؟ جايين نحل، بس هو قاعد بيحكي. شو كيف قاعد بيحكي؟ وانت برضو لو بتعرف ايش كان ما حداش لك، وانت اللي تعبت وانت اللي دورت. بس ما هي ارضه. ارضي. بس انا استأذنته. ارضه يا زلمه استأذنته. يا عم هذا اللي فهمه الزلمه. وهو قال لي حلال زلال الك. يا عبيد انت ليه جايبني هون عشان تسمعني الحكيات هذول؟ هسه بدفنوا هون. بدك تدفن مين؟ بدفنوا هون خيا. بدك تدفن مين؟ وين بدك تدفن؟ مين بدك تدفن؟ ابعد. هو عم يفتش والله راسك بقصه. اهدى راسك بقصه. اهدى اسمع ليش اسمع صوتك. ابعد. اقعد وين بدك تروح؟ اقعد. احمد ربك اني موافقك. لا بدون ولا كلمه ولا حرف. اقعد بس عشان احترام للزلمه. اقعد. هذول اللي انكر حكي هذول اكلي اولادي هذول. مش حكك، انا معطيك اياه هيك رقم يطلع. بس لانه في امام واخوي رح حكى فيها. منيتك حالك. اقعد. طيبه. من الاخر بدكم تحترموك باللحكه ولا بدكم تروحوا وتدبوا؟ حياك الله. احكي يلا شو الحل هذا؟ احكي حياك الله. نص شو؟ نص. هذا اللي انا طلبته منه من الاول. نص.